بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الحديث عن المنتخبات العربية والحديث عن البطل العربي الأول لكأس آسيا منتخب الكويت الذي لم يتأهل بطولة لهذا العام. تأسس عام 1952. المباراة الدولية الأولى مع منتخب ليبيا عام 1961 3-9 وانتهت بالتعادل 2-2. الهداف التاريخي بشار عبد الله برصيد 75 هدف. أكثر لاعب مشارك مع المنتخب بدر مطوع برصيد 196 مباراة. أكبر فوز على بوتان 20-0 بتاريخ 2014-11. أكبر هزيمة البرتغال 8-0 بتاريخ 2003 19-11. قليل من الإنجازات: كأس آسيا مرة وكانت أول بطولة عربي مرة، ووصيف مرة. كأس الخليج 10 مرات وصاحب أكبر عدد بطولات. كأس العرب وصيف مرة. اتحاد غرب آسيا مرة. كأس العالم صعد مرة واحدة وخرج من دور المجموعات. أما عن البطل الكويتي في كأس آسيا، كان أول من يشارك من العرب إلى كأس آسيا برفقة العراق عام 1972، ومن ثاني مشاركة له كان الوصيف عام 1976، وثالث مشاركة كان عام 1980. كان في مجموعته كوريا، ماليزيا، قطر، الإمارات. يصعد ثاني برفقة كوريا ليواجه إيران قبل النهائي ليفوز 2-1 ليواجه كوريا في النهائي وينتصر 3-0 ليعود بأول كأس آسيا للعرب، ولكنه ابتعد بعد ذلك عن النهائي. نتمنى للمنتخب الكويت العودة وتحقيق الإنجازات مرة أخرى.